السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ شلون ممكن ننشئ صفحة عامة؟ اكو اشخاص يسمونها بيج لكن هي اسمها صفحة عامة يا اخوان. هاي الصفحة ممكن تنشئ مقاطع فيديو وتربح من عندها على المشاهدات، او ممكن تبث منها، او المهم او عندك منتج او وسوي اعلان للمنتجات عندك. لا تنسون تخلوا اللايك وخلينا نروح للشرح. اول شيء يا اخوان المهم تكون على صفحتك الخاصه، يعني صفحتك ما تصير تروح لا عندك بيج وداخل، لا خليك على صفحتك الاساسيه. اول شيء تروح على صفحتك الاساسيه وتروح على اعدادات، يعني هنا وتروح على اخوان انتبهوا، نروح على عرض المزيد. هنا مثل ما تشوفون مكتوب الصفحات، ضغط على الصفحات وهنا مكتوب انشاء. يا اخوان طلع لي ملف شخصي واكو صفحه عامه، شنو الفرق بيناتهم يا اخوان؟ اذا نجي على مقارنه الخيارات يقول لك ملف شخصي، الملف الشخصي اللي هو هذا عليه علامة صح، تواصل مع الأصدقاء، يمكنك تحديد الأشخاص الذين تربطك معهم علاقة يعني، بس ماكو أي أرباح. هنا شيء يقول لك يمكنك إنشاء هذه الأدوات الاحترافية، يمكنك إنشاء إعلانات وتحقيق أرباح من المحتوى. كل شيء يصير يعني صفحة عامة. ضغط ونقول له التالي. خليت يا اخوان خلاص صار الشرح طويل، بس اعذروني على مود تفتهمون. اكو اشخاص اذا كنت تعرف اكو غيرك ما يعرف، فلازم يفهم شنو يسوي على مود ما يضل حاير. هنا اسم الصفحه مثلا انا راح اقول بصمه، ادي اسوي بصمه عراقيه يعني مثلا نقول كمثال. انا يا اخوان يقول لك انت شنو هذا، حتى لو ما لقيت مجالك خلي شيء قريب. هسه مثل هم يقول لك هسه منشأ محتوى العاب مثلا نقول. هسه شنو انت لك ثلاث خيارات تضيفين يا اخوان، او تكمل ايش تضيفين على مود على مود الصفحه، تعرف انت الفيسبوك يعرفك انت شنو بالضبط. مثل ما طلع اي شيء قريب على محتواك انت ضيفه. اعطيت انشاء، هسه انطيته انشاء ومثل ما تشوفون دا يكمل. طلعت لنا هاي الواجهه، يقول لي انت شنو تريده بالضبط، حسابك المن تريده، ترويج منتجات او خدماتي، او هنا يقول لك انشاء محتوى. انت هاي يمك بعد انت شنو تريده بالضبط، انت اللي تريده شنو. غلطان كمثال اريد انشاء محتوى والتواصل مع المعجبين، يعني انسب مشي. تريد تسوي محتوى خاص بك اختار الخيار الثاني، واذا هذا عندك منتجات لا الاول. انطي التالي يعني الخطوات ما راح يتغير، ما راح يتغير. السيره الذاتيه كمثال ما عندي سيره ذاتيه، شو ما احتاج انا ما اخلي سيره ذاتيه. هنا جهه اتصال مثل الواتساب هنا تخليه، وهنا البريد الالكتروني، وهنا رقم الهاتف. يا اخوان اي شيء ما تريد تضيفه لا تضيفه، والحساب ما عليه ترى اي شيء، ما عليه اي شيء. يعني اذا ما تريد تضيف العنوان لا تضيفه، ولا ما تريد تضيف المدينه لا تضيفه، ولا تريد رمز البريدي هم لا تضيفه، ترى ماكو اي مشكله. يعني انت هو اذا تريد الحكي يم النشر، اذا كانت محتواك للنشر، واذا كانت المنتجات يم التمويل ما له علاقه. يعني الحساب هو حساب ما له اي علاقه. لا نضيف اذا انت عندك شخص قلنا يريد يبيع منتجات، اضيفه لان انت تريد اشخاص يتواصلون وياك، شلون يتواصلون وياك غير اضيف انت اللي تريده. ضيف التالي. انا كشخص ما احتاج لان انا اريد صفحه عامه. شوف يقدر خلي غلاف وصوره. ضيف التالي. اضافه المفضله، انا ضيف التالي. انا اقول لي اشعارات لا تريد، هنا نعطيه تم. الصفحه يا اخوان كلش سهله، واخيرا فتحنا الحساب، وهنا اقول لك تضيف الصور ولا تضيف، هنا الشيء راجع لك. اذا كنت تريد تربح من ارباح الفيسبوك تروح على مال الارباح. ويا اخوان تظل تنزل مثل ما تشوفون، اضغط على اخر وحده عرض الكل. يا اخوان طلعت لنا هاي القائمه شنو يا اخوان؟ يقول لك غير مؤهله حتى الان، يقول لك انت ما عندك مقاطع ناشر لازم تنشر. من تقوم انت تشوف نفسك انت قمت تنشر هوايه، تضغط على اي وحده مثلا تكتب انا مهتم، تضغط ضغطه وارسال. حاليا انت حسابك ما جاهز، فكمل حسابك وهنا اصلا ما كان قبل الفيسبوك، كان الفيسبوك كلش صعب. هسه بالعكس صار يعني الارباح كلش سهله، كان قبل وين الشروط كلش صعبه. شوف هسه الرصيد، انا مين الارباح؟ شو صار عندي ارباح؟ مين الارباح هاي؟ الرصيد 1 سنت. والله ما ادري، الحساب توني فتحته قدامكم.
الله اعلم. المهم الشروط كانت كلش صعبه، لكن هسه مجرد تنشر ويجي لك ارباح يا اخوان. يعني تخيل اعتقد اللي يسمونه 5000 مشترك يعني متابع او 10000. اذا ما كان انت عندك يعني مشتركين تقدر اصلا متابعين فيسبوك بسرعه تحصلهم، واذا ما قدرت تحصل تقدر تشتريهم شرايه وتربح منهم. حتى لو ما اجاك متابعين ممكن تشتريهم شرايه، ما يكلفون لك تقريبا بالدولار 6 دولارات امريكي. ولهنا نوصل نهاية الفيديو. اتمنى الفيديو فاتكم، ولا تنسون تخلوا لايك وتشتركون بالقناة، واي سؤال حابين تسالوني اسالوني ولا تترددون. واني موجود على انستا، لا حابين شيء اسالوني على انستا.